الليل هنا ماشي بحال الليل في بلايص اخرى. الليل هنا فيه شي حوايج ما خصهاش تفيق شويه. لو جا في الماء تحرك بوحدو. ياسين هنا تخلع ويسمع واحد الصوت كيهمز ليه: علاش جيتي؟ تلفت ما كاين حتى واحد. الصوت رجع: ما بغيتيش تعيش معايا في العين، انا غادي نعيش معاك هنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وقصه جديده. معكم كافيين. قصه اليوم ماشي عاديه كيف العاده. هادشي اللي غادي تسمعوا اليوم واقع، كاينين ناس عاشوه وبعضهم حتى لدابا خايفين يهضروا عليه. خصكم تعرفوا واحد الحاجه: كاينين بلايص في الدنيا ما كيتفسروش بالعقل، بلايص قديمه بزاف وفيها شي حوايج اللي غريبه، بلايص الا دخلتي ليها ممكن ما تخرجش منها مازال. من هاد البلايص كاينه واحده مشهوره سميتها عين الغوله. كاين واحد الدوار صغير وسط الجبال في المغرب، دوار بعيد بزاف على المدينه، الطريق ليه صعيب والتليفون ما كيشدش مزيان. الناس تما عايشين حياه بسيطه، فلاحه، الغنم والسكينه. في النهار كلشي كيبان زوين، الدراري كيلعبوا، الناس كيهضروا ويضحكوا. ولكن ملي كيجي الليل كلشي كيتبدل. الناس كيدخلوا لديورهم بكري وكيسدوا البيبان، كيطفيو الضواو وكيبقاو غير ساكتين بحال شي حاجه برا ما خصهاش تسمعنا. واحد الراجل كبير في العمر سميتو الحاج مصطفى ولد الدوار كان ديما كيقول لهم: الليل هنا ماشي بحال الليل في بلايص اخرى، الليل هنا فيه شي حوايج ما خصهاش تفيق. والناس كاملين فاهمين شنو كيقصد، حيت كاينه بلاصه كلشي كيعرفها ولكن حتى حد ما كيقدر يهضر عليها، واللي سميتها عين الغوله. العين كاينه وسط الغابه، وغابه غامقه وكثيفه، شجر كبار بزاف بحال الا كيحرسوا شي حاجه. الماء ديال العين ساكن ديما، حتى الا كان الريح ما كيتحركش. الناس الكبار كيحكيو قصص عليها. واحد الراجل مشى يجيب الماء وما رجعش، لقاو غير الطاسه ديالو. وواحد اخر رجع ولكن تبدل، ما بقى كيهضر مع حتى شي واحد ولا كيعرف شي واحد. ومن بعد غبر. وبنت صغيره مشات تما وقالت لهم: الما شافني وغادي يبقى عاقل عليا. من داك النهار ما بقاش كتنعس. الناس كاملين عارفين هاد البلاصه ماشي اللعب وماشي للتفليه، ولكن كاين واحد ما كيصدقش: ياسين، شاب في العشرينات، قاري شي شويه وعنده ثقه كبيره في راسو. كيقول لهم ديما بلي العلم كيفسر كل شيء، وما كانش كيامن بهاد القصص. ديما كيضحك عليهم وكيقول غير خرافات. واحد النهار كان مع صحابه في القهوه وجات الهضره على العين. واحد فيهم قال لهم باللي خالي مشى ليها وما رجعش. ياسين هنا بدا كيضحك وقال لي راه غير مشى للمدينه وما بقاش باغي يرجع للعروبيه. ولكن صاحبه طمر معاه. ياسين وقف وقال ليه: انا غادي نمشي لها هاد الليله ونفرشكو هاد الرمانه. صحابه هنا خافوا عليه وقالوا ليه: لا، ريح الارض وبقى عند ميمتك. ولكن هو راسو قاصح. تسنى حتى طاح الليل وخدا اللامبه ديالو وخرج بوحدو. الطريق كان خايب ومظلم، وكل خطوه الصوت ديالها كيبان كبير. بدا يحس بشي حاجه غريبه بحال شي حد تابعه. ملي وصل للغابه دخل والسكوت كان مرعب، حتى الحشرات ساكتين. اللامبه كتضوي غير شويه والباقي ظلمه. شاف خيالات بين الشجر وقال يمكن غير كنتوهم ولا كنتخيل. ولكن واحد شويه واحد من دوك الخيالات تحرك وقف، ومن بعد كمل حتى وصل للعين. ولكن شويه واحد من دوك الخيالات تحرك. هنا وقف ياسين واحد شويه، ومن بعد قنع راسو باش يكمل وبلي هادشي غير تخيلات. حتى وصل للعين. العين كانت كتضوي بضو خفيف وزرق والماء ساكن بزاف. قرب يشوف وجهه، شاف راسو عادي. شويه لو جا في الماء تحرك بوحدو. ياسين هنا تخلع ويسمع واحد الصوت كيهمز ليه: علاش جيتي؟ تلفت ما كاين حتى واحد. الصوت رجع: ما خصكش تكون هنا. ومن بعد قالت ليه: بقى معايا. شويه بالزربه يد خرجت من الماء وشداتو. هو طاح وبدا كيغوت، وخرجت مرة من الماء وجهها كيخلع وعينيها حمرين. قالت ليه: دابا ما غاديش تمشي. هنا ياسين ضربها باللامبه وهرب ورجع للدار كيجري ومخلوع. ما نعسش داك الليل، فيما كيغمض عينيه كيشوفها وكيسمع صوتها. الايام دازو والحاله ديالو غاديه وكتخيب. بدا كيشوف خيالات وكيحس بشي حد كيقرب ليه. في الليل كيسمع رجع، وفاش كينوض كيلقى رجليه مسخين بالطين بحال الا مشى للعين. مره لقى الباب محلول وهو ما عاقلش. هنا بدا كيخاف من راسو، والناس لاحظوا عليه باللي ما بقى كيهضر ولا كيضحك مع حتى شي واحد. صحابو سولوه تقول لهم: انا بخير بلا ما تخافوا عليا. ولكن لداخل الله اللي عالم به. بدا كيحلم بيها وكتقول ليه: انا بوحدي، بقى معايا. واحد الليله مو سمعات الصوت ديال المراه في البيت ديالو. هنا جات دقات عليه ودخلات. لقات ياسين واقف وعينيه مسدودين وكيمشي للباب. عيطات عليه ما ردش عليها. شويه فتح عينيه وكانوا كاملين حمرين قبل ما يرجعوا عاديين لطبيعتهم. هنا فتح قلبه لماما وقال لها: كاينه شي حاجه كتجبدني في الصباح. ومن تما
غبر. الغد ليه ما لقاوش في بيته، بقاو كيقلبوا عليه حتى وصلوا للعين، ولقاو الاثار ديال رجليه داخله ولكن ما خرجاش. واحد من صحابو قال لهم غادي نتسناو حتى الليل ونشوفوا شنو غادي يوقع. من بعد ما ادنات المغرب شافوا الماء ولقاو الوجه ديالو كيغوت، ومن داك النهار الناس عوض ما كانوا كيسمعوا غير صوت واحد ولاو كيسمعوا جوج ديال الاصوات. مرا كتنادي بالليل وياسين كيطلب في العوين. العين بقات في بلاصتها وحتى واحد ما بقى كيقرب ليها. اللي سمع هاد القصه كيبقى يسول واش ياسين غلط ملي مشى ولا غلط ملي ما صدقش. ولكن القصه ما كملاتش هنا، القصه يلاه بدات، حيت كاينين الناس بقاو كيسولوا واش فعلا راه غايب، ولكن شي واحد كيحاول يجيبه. الجواب موجود والثمن للاسف كان غالي بزاف. ياسين كانت عنده واحد البنت اللي عزيزه عليه في الدوار، كلشي كان تيقول بلي راه غادي يتزوجوا فاش يكبروا. سميتها نورا، بنت في العشرينات، قدو تقريبا في العمر، هاديه وصبوره وعزيزه عليها ياسين. كبروا بزوج تقريبا من الصغر. ملي غاب ياسين هي ما بكاتش قدام الناس، ولكن في الليل كتبات عليه وكتقول ما غاديش نخليك. الناس قالوا لها بلي تصبر راه مشى وهذا هو المكتب ما عندك ما ديري، ولكن هي ما سمعتش ليهم. واحد الصباح جات عند الفقيه كبير ديال الدوار، راجل باين عليه الوقار وما كيهضرش بزاف، الناس كاملين كتحترم. دخلت عليه وقالت ليه كل شيء، هو سمع وما تفاجئش. قال لها هادشي عرفتو من زمان. سولات واش ممكن نرجعو، سكت شويه وقال لها ممكن، ولكن خصك تعرفي بلي العين ما كتعطيش شي حاجه بلا ثمن، وكاع اللي دخل ليها كيخسر شي حاجه. سولاتو شنو غادي نخسر مثلا، قال لها ما عرفتش، ولكن اللي دخل بقلب قوي يقدر ما يخسر والو. الفقيه هنا عطاها ورقه صغيره مكتوب فيها ايات الرحمن، وقال لها تقراهم الا حسيت بالخوف، وعطاها معاها شمعه تضوي بها وما تطفيهاش حتى ترجع. قالت ليه ولا طفات الشمعه، قال لها الظلام غادي يكلمك ولكن انت ما تجاوبيش، حقاش الا جاوبتيه هنا سالا كلشي. قالت لي شنو غادي يوقع كاع الا جاوبتو، قال لها بقيتي تماك عمرك غادي ترجعي. تسنات حتى جا الليل، خدات الشمعه والورقه اللي فيها كلام الله وشدات الطريق للعين باش تجيب ياسين. الطريق كان نفسه مظلم وساكت، ولكن هي ما وقفاتش. كل خطوه كانت كتقرا فيها ايات الرحمن، بحال الا كلام الله هو اللي كيضوي الطريق. دخلت الغابه وهنا كان السكوت مختلف، ماشي غير سكوت، بحال الا الغابه كتسمعك. بدات كتسمع اصوات، واحد الصوت كيقول لها رجعي ما كايناش الطريق، وواحد اخر كيقول لها ياسين راه بخير غير كملي. من بعد سمعت صوت كيشبه ليه، قال لها نورا انا هنا. وقفات قلبها بغى يطيق، ولكن تفكرات الهضره اللي قال لها الفقيه باللي واخا الظلام يكلمها ما خصهاش تجاوب. غمضات عينيها وكملت الطريق. وصلت للعين وكانت كتضوي بنفس الزرق اللي كان قبل. قربت وشافت في الماء وجوه ناس كثيره، وفيهم واحد اللي عرفاته طبيعه الحال نتوما عرفتوه، وجه ياسين. كان كيشوف فيها ولكن عينيه خاويين بحال الا عقله ما كاينش معاه. شويه الماء بدا يتحرك وخرجت من الماء المراه، وجهها كيخلع كيف العاده، ولكن هاد المره كانت هاديه. قالت ليها واحد اخر علاش كاملين كتجيو؟ نورا هنا ما خافتش وقالت لها جيت باش نجيب ياسين. ضحكات الغوله وقالت لها شنو غادي تعطيني في بلاصتو؟ قالت لها نورا شنو تبغي؟ الغوله شافت فيها مزيان وقالت لها بغيت الذكريات ديالك كاملين عليه، اي حاجه كتعرفيها عليه بغيت نعرفها. ومن بعد ديك الساعه هو حر. نورا هنا فكرات مزيان وبغات تعطي الذكريات ديالها عليه، ولكن مبقاش غادي تعرفو من بعد ملي تشوفو وما تعرفش منين تعرفو. الغوله قالت ليها عندك دقيقه باش تفكري. نورا ما تكلمتش، كانت كتفكر في كل شيء، الذكريات فاش كانوا صغار وكيلعبوا بزوج وكيقراو مجموعين، وتفكرات شنو كان تيقول لها ديما نورا انت هي الوحيده اللي كتفهميني في هاد الدنيا. تماك تيقنات بلي لا عطات الذكريات ديالها لواحد اخر هي ما غاديش تعرف من تفرح ملي يرجع، وهذه اصعب حاجه. ولكن قالت ليها شنو الحاجه الاخرى اللي تبغي من غير الذكريات؟ الغوله هنا تفاجات شويه وقالت ليها كاين ولكن صعب. قالت لها نورا غير قولي لي غادي نقدر ندير كل شيء. قالت لها الغوله غادي تدوزي معايا ليله هنا في العين، تسمعي لهضرتي وتبقاي ساكته، ما تسمعي حتى شي حاجه اخرى، ما تنعسيش ما تبكيش وما تخافيش، ولا غلطتي مره واحده انت اللي غادي تبقاي هنا. نورا قبلات وبدات الليله وما كانش عارفه باللي اي رهان كتدخل ليه مع هذا النوع كتخرج خاسر. الغوله بدات كتحكي حكايات عن العين وعلى الناس اللي جاو هنا، كيفاش كانوا كيبكيو وكيطلبوا الرحمه على اللي ما صبروش. في نفس الوقت كانت اصوات من كل جهه، نورا رجعي فين غاديه ما تساقيش، ولكن هي بقات كتسمع الغوله وما رداتش. في الفجر الاول سمعت الصوت ديال ياسين كيبكي، صوت حقيقي ماشي بحال الاصوات الاخرين. قال لها نورا واش انت هنا؟ عرفتك من الصوت ديال الخطوات ديالك.
قلبها هنا تهرس، بغات تجاوبو ولكن تفكرات باللي لا هضرات ما غاديش تخرج من هنا سليمه. نورا غمضات عينيها وكتحاول انها تقرا دوك الايات اللي في الورقه، ولكن ملي قلبت على الورقه ما لقاتهاش، بقات غير كتقول داكشي اللي عقلات عليه بصوت خفيف، والدموع كانت كتنزل من عينيها. بقات هكا حتى طلع الشمس. ملي بدا الضو كيبان ديال الصباح وبدا كيدخل الغابه، الغوله سكتات وشافت في نورا مزيان وقالت ليها الليل كمل وما غلطتيش. ومن بعد نظرات للعين وقالت شي كلام ما مفهومش. نورا هنا شافت الماء تحرك وياسين خرج من الماء وطاح على الارض. نورا حتى هي جرات لعنده وقالت ليه ياسين فتح عينيك. شافها وقال لها بصوت ضعيف نورا شنو جابك هنا؟ ديك ما كنتش كنحلم بيك. بكات ولكن هاد المره من الفرح. وقبل ما يمشيو الغوله قالت ليهم اخر مره قولوا لي ما كيصدقش اي حاجه ومشكلته ماشي مع العقل، مشكلته باللي ما عندوش شجاعه يقبل داكشي اللي ما كيفهموش. من بعد هنا الماء رجع ساكن والضو الزرق طفى ورجعوا بزوج للدوار. ياسين ما هضرش بزاف في الطريق، ولكن ملي وصلوا شافوا الناس كيتسناو فيه، وقفوا وشافوا فيه وقال ليه الحاج مصطفى كنت عارف انك غادي ترجع. في الليل فاش بغى ينعس جات عنده نورا بالليل ودقات عليه، حل الباب وشاف عينيها حمرين ماشي عاديين، وقالت ليه بصوت باين ماشي ديالها ما بغيتيش تعيش معايا في العين، انا غادي نعيش معاك هنا. كانت هذه القصه ديالنا ديال اليوم. معكم كافيين. الا عجبكم المحتوى ما تنساش دير لايك سبسكرايب، ونتلاقاو في قصه جديده. قولوا لي الراي ديالكم في الكومونتير وشنو القصه اللي تبغينا نهضروا عليها مازال. مع السلامه.